بيبدأ المسلسل على البطلة اللي بتشتغل في شركة دعاية وإعلان، وبتروح بيت مامتها في يوم أجازتها وبتساعدها في شغل البيت، وبتقولها إنها هتديها فلوس التأمين اللي كانت محتاجاها. وبيقعدوا مع بعض يتفرجوا على التلفزيون، ومدير البطلة بيتصل عليها وبيزعق لها، ومامتها بتدخل أوضة ابنها وبتديله ظرف الفلوس اللي أخدته من البطلة وبتقوله يشتري بيهم لبس جديد. فالبطلة بتدخل عليهم وبتشوفهم وبتزعق مع مامتها وبتقول لها إنها وفرت الفلوس دي من شغلها علشانها، وبتقولها إن أخوها مؤمن وما بيذاكرش وإنه مش هينجح زي ما هي فاكرة لأنه قاعد طول الوقت بيلعب. لكن مامتها بتدافع عنه وبتقولها إن حبيبها انفصل عنها بسبب عصبيتها. والبطلة بتخرج من البيت وبتمشي في الشارع وهي متضايقة لأنها بتعاني في شغلها بسبب مديرها الرخم، وكمان ما بترتاحش لما بتزور بيت مامتها، وبتكون ماشية سرحانة وبتكلم نفسها، وفجأة بتيجي عربية قدامها وبتكون هتخبطها، وبعدها بتشوفها في جنازة مديرتها السابقة، وزميلها بيسألها عن الحادثة اللي عملتها فبتقوله إنها جت سليمة. وزميلتهم بتيجي تحضر الجنازة وبيكون معاها بنتها الصغيرة، وبتسأل البطلة إذا كانت هتتجوز هي وحبيبها قريب. لكن البطلة بتتضايق من سؤالها وبتقول لها إنها انفصلت عنه، وبيتكلموا عن مديرتها اللي ماتت وبيقولوا إنها كانت مجتهدة في شغلها. والبطلة بتفتكر لما كانت بتقول لها إنها مثلها الأعلى، لكن المديرة بتكون شايفة إنها ما ينفعش تكون مثل أعلى للبطلة لأنها نجحت في الحياة العملية لكنها ما نجحتش في تكوين أسرة. وبنرجع للبطلة وهي قاعدة مع زمايلها في الجنازة، وبتبص لبنت زميلتها وبتحس بالحسرة إنها ضيعت اللي فات من عمرها من غير جواز، وإنها قربت تتم 29 سنة ولسه ما اتجوزتش، وزميلتها اللي قاعدة قدامها ببنتها أصغر منها ب3 سنين. وبتخرج البطلة من العزا وبتقعد تبكي في الشارع، ومديرها بيشوفها وهو راكب عربيته، وبعدها البطلة بتدخل العزا تاني وبتقدم الأكل للناس وبتسهر لحد ما العزا بيخلص، وبتنام في المكان وبيروح عليها نومة، والعامل بيصحيها فبتبص في الساعة وبتتخض لأنها اتأخرت على الشغل. ولما بتوصل للشغل مديرها بيزعق لها وبيقول لها إنها مطرودة من فريق وبينقلها لفريق أقل. والبطلة بتقعد مع صديقتها اللي بتنصحها تركز في كتابة المقالات اللي بتنشرها على النت، ووقتها هتقدر تستغنى عن شغلها في الدعاية والإعلان وتقدم استقالتها. فالبطلة بتتخيل إنها قدرت تعمل كده ونجحت في الكتابة، وبعدها بتروح لمديرها وبترمي استقالتها في وشه وبتمشي. لكن ده بيكون صعب لأن الكتابة مش سهلة وبتعتمد على الإبداع، والبطلة بتقول لنفسها إنه من الصعب تعتمد في دخلها على الكتابة لوحدها، ومديرها بيزعلها على آخر تقرير كتبته، والبطلة بتبقى كرهاه إنه مصعب عليها حياتها. في الوقت ده حبيبها اللي انفصلت عنه بيوصل للشركة والكل بيحييه لأنه تعين معاهم في الشركة جديد، وبيكون هو مدير الفريق اللي البطلة اتنقلت له. وتاني يوم بتحضر هي وزمايلها في الشغل أول اجتماع مع حبيبها السابق، وكل زمايلها بياخدوا بالهم إنها مهتمة بنفسها عشان تظهر بشكل كويس في وجوده. والبطلة بتفتكر لما تخلى عنها فجأة من غير سبب، وكانت بتحاول وقتها تعرف منه السبب اللي خلاه يبعد عنها، لكنه رفض يتكلم معاها، لكنها أصرت تعرف منه السبب وراحت وراه البيت، لكنه دخل وقفل الباب في وشها، والجيران طلعوا زعقوا لها فقعدت على الأرض وفضلت تخبط على الباب برجلها، والشرطة راحت قبضت عليها، ومن وقتها وعلاقتهم انتهت. وبنرجع لأحداثنا والبطلة بتروح لمديرها السابق وبتطلب منه يرجعها معاه في فريقه لأنها مش طايقة تبص في وش حبيبها السابق، لكنه بيرفض. فالبطلة بتتضايق وبتروح تتغدى وبتاكل آيس كريم وهي ماشية في الشارع، ومديرها السابق بيتصل عليها وبيكون عارف إنها ماشية تاكل آيس كريم في الشارع، فبتتفاجئ وبتفتكره بيراقبها، لكنه بيكون عارف لأنه دايما متابع كل تفاصيلها، وبيقولها ترجع الشركة عشان حفلة الترحيب اللي هيعملوها للمدير الجديد. فالبطلة بترجع الشركة وبتحضر معاهم الحفلة، وكلهم بيكونوا لابسين أقنعة لأن دي تقاليد الحفلة، والبطلة هي الوحيدة اللي بتكون عارفة حبيبها وهو متنكر. وبتخرج من الحفلة وهي متضايقة، والبطل بيكون واقف بره وبيشوفها وهي بتبكي، وبتشوف إن البطل كان دايما مراقب البطلة ومتابعها في كل مكان. وتاني يوم البطلة بتروح الشغل وبتشوف وهي قاعدة في مكتبها واحدة من زميلاتها بتحاول تتقرب من حبيبها السابق، وبتكون متضايقة من تصرفاتهم. وفي واحد من مديرين الشركة اسمه تشوي بياخد باله وبيجي ياخدها معاه وبيعزمها على الغدا، وبيكون عايزها تحضر معاه مقابلة عميلة مهمة. لكن البطلة بتسرح وبتفتكر باقي زمايلها في المكتب، وبتقول لنفسها إن المدير تشوي أحسن واحد فيهم، وبتقعد مع صديقتها وبتسألها عن رأيها فيه، فبتقولها إنه بيمتلك شخصية قوية والكل بيحبه ومعجب بشخصيته، وبتحكي لها موقف اتعرضوا فيه للظلم والإهانة في شغلهم، وهو جه دافع عنهم وخدهم معاه ومشيوا كلهم. وبعدها البطلة بترجع مكتبها وبتجيلها مكالمة تبع الشغل، وبيكون لازم تبلغ حبيبها السابق باللي عرفته من المكالمة، لكنها بتكون مترددة وبتروح تكلمه وهي مضطرة. وحبيبها بعد ما بيسمع منها بيتجاهلها وبياخد زميلتهم اللي بتقرب منه بيروحوا ينفذوا المهمة، وبيطلب من البطلة تروق المكتب لحد ما يرجعوا. والبطلة بتقعد في مكتبها وبتكون هتموت من الغيظ، ومامتها بتتصل عليها فبتروح تقابلها، وبتعرف منها انها جايبه لها عريس، وبتقول لها انها هتحدد لهم ميعاد عشان يتقابلوا في نهاية الاسبوع. والبطلة بترجع مكتبها
مكتبها والبطل بيطلب منها تنفذ له الشغل، فبتقوله إنها اتنقلت من فريقه وإن عندها شغل تاني لازم تعمله، فبيقولها تنفذ اللي قالها عليه وفي المقابل هيعزمها على الغدا في نهاية الأسبوع، لكنها بترفض لأن عندها ميعاد مع العريس اللي مامتها جايباه، وبتبقى مش ملاحظة إن البطل بيحاول يتقرب منها، ولما بيمشي بتشاور عليه بعصبية وبتقول بصوت واطي يديها في مقابل الشغل اللي عايزها تعمله فلوس لأنها مش هتستفيد لما يعزمها على الغدا، والبطل بيلمحها وهي بتشاور عليه فبتعمل نفسها متحمسة، فالبطل بيمشي وبيضحك على تصرفاتها. وفي نهاية الأسبوع البطلة بتروح تقابل العريس اللي مامتها جايباه، وأول ما بتشوفه بتحس إنها مش مرتاحة له لأنه شبه البطل كتير، وفي الوقت ده البطل بيكون واقف في المطعم اللي هم فيه وبيراقبها، ولما بتشوفه بتتخض فالبطل بيخرج، والعريس اللي مامتها جايباه بيقعد يتكلم معاها لكنها بتحس إنه مش مناسب، وبتجيلها مكالمة من صديقتها بتقولها إن في مشكلة عندهم في إعلان من اللي عملوه، فبتتفاجئ وبتطلع تجري وبتسيب العريس. وفي الوقت ده البطل بيكون واقف قدام المطعم ومتضايق لأنها قاعدة مع شخص تاني وبيقرر إنه يدخل لها، وقبل ما يدخل بيلاقيها خارجة، ولما بتشوفه بتطلب منه يساعدها في حل المشكلة اللي بتواجههم في الشغل، فبيقول لها إنها دلوقتي مش في فريقه وإن عندها مدير تاني ممكن ترجع له في حل المشكلة، فبتسيبه وبتروح تحضر اجتماع مع فريقها اللي بيديره حبيبها السابق، وبتختلف معاه في وجهات النظر لحل المشكلة، ولما بيخلصوا شغل حبيبها السابق بيعرض عليها يوصلها البيت لكنها بتتجاهله كأنها ما سمعتش حاجة، ومامتها بتبعت لها رسالة وبتكون متضايقة لأنها سابت العريس في المقابلة وطلعت تجري، والبطلة بتنام في الشركة بسبب ضغط الشغل وبتصحى تاني يوم تكمل شغلها، ولما بتخلص بتروح لبيت مامتها علشان تصالحها، وفي الطريق حبيبها السابق بيبعت لها رسالة وبيقول لها ما تنساش تحضر العشاء مع فريقهم في الشغل، وبيطلب منها ما تخلطش المشاكل اللي حصلت بينهم بعلاقتهم في العمل، والبطلة بتوصل لبيت مامتها وبتكون جايبه لها هدية علشان تصالحها، ولما بتدخل البيت بتسمع مامتها وهي بتتكلم عنها مع أخوها وبتقول له إنها ملهاش غيره لأنها شايفة إن البطلة عايشة حياتها كلها للشغل ومسببة لها الحزن دايما لأنها بتطفش أي عريس تجيبه لها، وأخو البطلة بيدافع عنها وبيقول لمامته إنها كويسة لكن مامته بتعارض كلامه، والبطلة بتتصدم من طريقة مامتها في الكلام عنها فبتمشي، ومامتها وأخوها بيسمعوا صوت قفل الباب، فأخوها بيقول لمامتها إن البطلة هي اللي كانت في البيت ومشيت لما سمعتهم بيتكلموا عنها. وتاني يوم البطلة بتروح الشغل والبطل بيساعدها في حل المشكلة اللي واجهتها في الإعلان اللي بتشتغل عليه هي وفريقها الجديد، وبيديها رقم الفنان اللي عايزينه يعمل لهم الدعاية وبيبقوا مش عارفين يوصلوا له، لكن بعد ما البطلة بتاخد رقمه من البطل بتديه لحبيبها السابق، فبيتصل عليه وبيتفق معاه انهم يتقابلوا، وبياخد البطلة معاه وبيروحوا يقابلوه وبيتفقوا معاه انه يصور لهم الإعلان، ولما بيوافق الاتنين بيفرحوا والحماس بياخدهم وبيبقوا هيسلموا على بعض لكنهم بيفتكروا على آخر لحظة انهم منفصلين، وحبيب البطل السابق بيعرض عليها انه يوصلها لكنها بترفض وبتقوله ان عندها مشوار مهم، وبتروح تتمشى لوحدها وبتكون حزينة، وحبيبها السابق بيبعت لها رسالة بيشكرها فيها وبيتأسف لها على اللي حصل بينهم، والبطلة بتكون ماشية بردانة وبتتفاجئ بواحد من زمايلها بيجي من وراها وبيلبسها الجاكيت بتاعه، وزميلها ده بيكون أصغر واحد في الشركة وبيكون معجب بيها، فالبطلة بتتفاجئ من تصرفه معاها وبتفتكر انه طول الوقت كان مهتم بيها لكنها ما كانتش واخدة بالها، وبيطلب منها يقعدوا يتكلموا وبيقعد ياكل وبيشتري لها أكل قبل ما يمشوا لأنها رفضت تاكل معاه، وبيقول لها إنه معجب بيها، والبطلة بترجع بيتها وبتاكل من الأكل اللي اشتراه وبتكون مستغربة من تصرفه معاها، وبتتصل بعدها على البطل وبتشكره لأنه ساعدها في حل المشكلة اللي كانت بتواجهها، وبتقوله إنها هتعزمه على قهوة فبيقول لها مش لازم وبيقفل في وشها فبتتعصب من تصرفه معاها، وتاني يوم بتروح تحضر تصوير الإعلان وزميلها اللي معجب بيها بيروح معاها وبيتمشوا على الشاطئ، والبطل بيتصل عليها وبيديها أوامر في الشغل، وزميلها اللي معجب بيها بيقول لها إنها ما بقتش في فريق البطل، فبتقول له إنه ممكن يديها أوامر في الشغل في أي وقت حتى لو كانت مش في فريقه، وده لأنه كان مديرها لما بدأت في شغل الدعاية والإعلان وهو اللي علمها كل حاجة، وبتقول لزميلها إنها عانت بسبب البطل طول ال4 سنين اللي فاتوا، وبتشوفها لما كانت بتشتغل معاه في البرد وهما بيصوروا إعلانات وكان بيخليها تتذنب وتمسك اللوحة اللي بيشرح عليها طول الوقت، وبتشوفهم وهم قاعدين وقتها مع بعض والبطل بيسألها عن حلمها في أول إعلان تعمله، فبتقوله إنها بتحلم تقنع كل الناس إنهم يشتروا المنتج اللي بتسوقه، وبنرجع لأحداثنا تاني وبتشوف البطلة وهي في الشغل وبيدخل عليهم واحد من المديرين وكل الموظفين بيكونوا كارهينه لأنه رخم وما بيشتغلش وده لأنه بتعين بالواسطة، والبطل بيجي وبيوقفه عند حد وبيأمره ينفذ الشغل اللي وراه، والبطلة بتقول إن البطل شخصيته قوية وعصبي لكن مفيش حد بيكرهه لأنه بيتعامل معاهم بعدل وما بيميزش أي شخص عن التاني، وبتروح بعدها تتغدى مع زميلتها وبيتفاجئوا لما زميلها اللي معجب بيها وحبيبها السابق بيدخلوا عليهم المطعم وبيقعدوا يتغدوا معاهم، وحبيب البطلة بيقول
لهم إنه عازمهم لأن ما عزمهمش ولا مرة من وقت ما تعين مدير لفريقهم، وزميل البطلة اللي معجب بيها بيمشي جنبها وبيغني لها، لكن البطلة بتقوله يخلي في حدود في التعامل ما بينهم، وبيكون واضح إنها مش مهتمة لإعجابه بيها، والبطل بيفاجئها وهي قاعدة بتشتغل وبيكون عايز يعزمها على العشاء، لكن البطلة بتقاطعه قبل ما يعرض عليها وبتقوله إنها مشغولة، ولما بتخلص شغل بتجري هي وزميلتها على الأسانسير، والبطل بيكون مستخبي جوه وبيراقبهم، والبطلة بتتكلم عنه مع زميلتها، ولما بتخرج هي وزميلتها بتلاقي زميلها اللي معجب بيها واقف مستنيها، فبتقف معاه وبتفتكر كلام صديقتها ليها لما قالت لها تديه فرصة، فبتقرر تسمع كلامها وبتخرج معاه، والبطل بيكون واقف حزين وهو شايفهم مع بعض، وبيبعت للبطلة رسالة بيقول لها إن في عميل رفض نسخة الإعلان اللي اتقدمت له، وتاني يوم البطلة بتقابل البطل في الشغل وبتقدم له نسخة جديدة للإعلان، لكنه بيبص فيها وبيقول إنها أكيد مش هتعجب العميل، وبيزعق للبطلة وبيقولها تغير طريقتها في الشغل وتتبع تعليماته، فالبطلة بتتفاجئ من تصرفه لأنها سهرت طول الليل على النسخة الجديدة، لكنه ما قدرش مجهودها ورفضه بكل سهولة، فبتفقد السيطرة على أعصابها وبتزعله وبتكون هتضربه وسط دهشة زمايلهم من جرأتها في التعامل معاه، لأنهم كلهم بيعملوا له ألف حساب، لكن بتشوف إن كل ده مجرد خيالات في دماغ البطلة، وبتقول للبطل إنها هتعدل النسخة تاني، وبتقعد مع صديقتها وبتشتكي لها من تصرفاته، وصديقتها بتسألها عن اللي عملته هي وزميلهم اللي معجب بيها لما خرجوا مع بعض، فبتقول لها إنه عزمها في مطعم وتمشوا بعدها، لكن الجو كان برد، وبتقول لصديقتها إن زميلهم مش مناسب ليها، والبطل بيكون واقف جنبهم وبيسمعهم، فالبطلة بتشرق لما بتشوفه وبيقف يتكلم معاها لوحدها وبيقول لها إنه بيفكر يرجعها فريقه تاني، فبتستغرب وبتسأله عن السبب لكنه بيرفض يقول لها، وبيعرض الأمر على حبيبها السابق لكنه بيرفض نقلها، وبيقول للبطل إنه محتاجها معاه في فريقه، وبيقول له إنه ما ينفعش يطلب منها تقدم له تقارير تاني لأنها اتنقلت من فريقه، لكن البطل بيعارض كلامه وبيقول له إنها كانت بتشتغل تحت إدارته من أول ما بدأوا المشروع، لكنه ما بيقتنعش بكلام البطل، والبطلة بتكون واقفة تتجسس عليهم وبتبقى متضايقة من الاتنين، وبالأخص حبيبها السابق اللي بيقعد معاها وبيقنعها إنه محتاجها في فريقه، لكنها بتقول له إنها مش مرتاحة في الشغل معاه، وبتطلب منه يوافق على نقلها لفريق البطل، لكنه بيرفض طلبها، وبتشوفه وهو واقف مع البطل في المكتب لوحدهم وبيكونوا مختلفين مع بعض، والبطلة وزمايلها بيقفوا يتفرجوا عليهم والمنافسة بتشتد بين الاتنين، والبطلة بتكون هي السبب الرئيسي، وبعدها البطل بياخدها معاه الاستوديو، في الطريق بيلاحظ إنها تعبانة وعندها برد، فبيقف بعربيته وبيطلب منها تنزل لأنه خايف تعديه، والبطلة بعد ما بتنزل بتكون متضايقة من معاملته، لكنها بتكون فرحانة لأنه وصلها للمنطقة اللي هي ساكنة فيها، وبتكون فاكرة إن دي صدفة وإنه ما يعرفش مكان بيتها، لكن البطل بعد ما بينزلها بيضحك على رد فعلها وبيكون عارف إنه وصلها جنب بيتها، وتاني يوم بيحصل مواجهة في الشركة بين فريق البطل والفريق اللي فيه البطلة، والمنافسة بتكون على تقديم المشروع الجديد، وكل مدير بيجتمع بفريقه وبيديهم تعليمات، والبطلة بتبعت رسالة لصديقتها اللي في الفريق التاني وبتقول لها إنها مش عارفة ليه بيتنافسوا مع إنهم بيشتغلوا في مكان واحد وإنهم المفروض يتعاونوا، فصاحبتها بتقول لها إن عندها حق، وبتعرض عليها إن كل واحدة فيهم تنقل معلومات فريقها للتانية، وفي الوقت ده البطلة بتعدي من قدام مكتب صديقتها وبتشوفها وهي قاعدة مع زمايلها في الفريق وهي بتكلمها، فبتفهم إنها كانت عايزة توقعها وتاخد منها معلومات عشان يتغلبوا عليهم، وبتروح تقف قدامهم وبتعرف صديقتها إنها كشفتهم، وبعدها البطلة بتحضر اجتماع هي وحبيبها السابق مع العميل اللي بيتنافسوا على الإعلان بتاعه، وحبيب البطلة السابق بيحاول يشوه صورة البطل قدام العميل علشان يكسب إعجابه ويفوز هو بالإعلان، وبعد الاجتماع حبيب البطلة بيعرض عليها إنه يوصلها في طريقه لكنها بترفض، وبتقول له إن أسلوبه في الكلام عن البطل مع العميل ما كانش صح، وإن الطريقة دي في المنافسة مش شريفة، فحبيبها بيحاول يصالحها وبيعتذر لها عن اللي حصل بينهم، لكن البطلة بتقول له إنها مبقاش يفرق معاها وبتسيبه وبتمشي، وبتروح الشركة وحبيبها بيعمل اجتماع لفريقهم، والبطلة بتقترح فكرة للإعلان وزميلها بيقترح فكرة تانية، وبيتناقش مع البطلة في فكرتها فبتنفعل عليه، وكلامها بيكون موجه لحبيبها السابق وزميلها، وحبيبها بيلاحظوا كده، وحبيبها بيقول لهم إن فكرتها عجبته، والبطلة بتخرج من الاجتماع وزميلها اللي معجب بيها بيقابلها وبيوقع منها ورق، فبيحاول يجيبه لكنها بتمنعه وبتقوله ما يقربش من الأوراق عشان المنافسة اللي بينهم لأنه تبع فريق البطل، وبتصارحه إنها مش معجبة بيه، لكنه بيتمادى معاه في الكلام وبتبقى هتضربه بالقلم، لكنه بيمسك إيدها وبيمنعها، وفي اللحظة دي البطل وحبيب البطلة بيجوا وبيشوفوهم فبيروحوا بسرعة عليهم وبيقولوا لهم إن كل موظف فيهم لازم يحافظ
يحافظ على سرية معلومات فريقه، والبطلة وزميلها اللي معجب بيها بيلاحظوا الاتنين بيقولوا نفس الكلام في وقت واحد، والمدير تشوي بياخد البطلة معاه علشان يقابلوا عميلة مهمة، والبطلة بتعمل لها استعراض وبتضحكها فبتفرح وبتمضيلهم على الأوراق، والمدير تشوي بيعزم البطلة في مطعم غالي لأنها ساعدته، ولما بيخرجوا من المطعم بيفتح لها باب العربية فبتركب، وبيتفاجئ المدير تشوي بزميل البطلة اللي معجب بيها وهو ماشي مع واحدة، والبطلة بتنزل من العربية وبتستغرب لما بتشوفهم، وبتفهم إن زميلها ده لعبي، وزميلها لما بيشوفها بيرتبك، وبتمشي هي والمدير تشوي وفي الطريق بتحس إنها تعبانة فبتطلب منه ينزلها، والمدير بيقول لها إنه لازم يرجع الشركة بسرعة فبينزلها وبيمشي، وزميلها اللي معجب بيها بيتصل عليها وبيقول لها إنها فهمت غلط وإن البنت اللي كانت معاه دي زي أخته، لكن البطلة بتقول له إنها مش مهتمة تعرف وبتقفل في وشه، وبتبقى قاعدة لوحدها ومش عارفة هترجع للشركة إزاي، وبيتصل البطل عليها وبيسألها ما رجعتش الشركة ليه، فبتتعصب عليه وبتطلب منه ما يتصلش بيها كل شوية ويضايقها زي ما كان بيعمل دايما لأنها دلوقتي في فريق تاني، وبتقول له إن مفيش حد يستحمل عصبيته وطريقته زيها، لكنها بتهدى وبتفتكر لما نصحها تفكر 3 ثواني في الكلام قبل ما تقوله، والبطل بيبتسم وبيسألها عن مكانها وبيطلب منها تستناه، وبيروح ياخدها معاه وبيوصلها، وبتشوف إنه كان معجب بيها من أول يوم شافها لما اتعينت جديد في الشركة، لكنه اتصدم لما عرف إنها ارتبطت بحبيبها السابق، فبيقرر إنه يضايقها دايما بسبب غيرته من حبيبها، وبنرجع لأحداث ده تاني والبطلة بتنام في عربية البطل، ولما بتصحى بتتفاجئ إنها نامت في عربيته، والبطل بينزل وبيفتح مظلته وبيوصلها بيها لحد باب شقتها عشان يحميها من المطر، وبتلاحظ البطلة إن طريقته معاها اتغيرت وبقى بيعملها كويس، لكنه بيصدمها وبيكلمها تاني بطريقته الرخمة اللي اتعودت عليها، وتاني يوم بتحكي لصاحبتها عن اللي حصل، وصاحبتها بتقول لها إن البطل معجب بيها وبتفكرها إنه كان دايما بيساعدها في الشغل وعرفها على عملاء مهمين، لكن البطلة بتقول لها إنه طردها من فريق وطلب نقلها للفريق التاني، والبطل بيجي وهما بيتكلموا بيفتح لها علبة المربى لما بيلاحظ إنها مش قادرة تفتحها، والبطلة بتبدأ تقتنع بكلام صديقتها وبتعجب بالبطل، وفريقها بيجتمع بيها وبيطلبوا منها تعرف لهم فكرة الإعلان الخاصة بفريق البطل لأنها كانت ضمن الفريق وممكن تلاقي طريقة تعرف بيها فكرتهم، والبطل بيجتمع هو وفريقه، والموظف اللي معجب بالبطلة بيقول لهم إنه هيحاول يتقرب منها ويسرق فكرة مشروع فريقها، وكل فريق فيهم بيتفق على إنه يسرق مشروع التاني، والموظف اللي معجب بالبطلة بيقدر يسرق منها الملف اللي فيه الفكرة وبيعرضوا على فريقه، لكنهم بيتفاجئوا إنها كانت خدعة ليهم من البطلة. في نفس الوقت البطلة وفريقها بيكونوا فاكرين إنهم سرقوا فكرة مشروع فريق البطل، لكن هو كمان بيكون عامل لهم خدعة، وبعدها البطلة وفريقها بيحاصروا الموظف اللي معجب بيها في الأسانسير وبيضربوه وبياخدوا منه ملف المشروع، لكن فريق البطل بيشوفوا زميلهم فبيدخلوا يدافعوا عنه، وبتقوم معركة بين الفريقين جوه الأسانسير، والبطل وحبيب البطلة بيتصدموا لما بيشوفوا الفريقين وهم بيضربوا بعض، والبطلة بتقدر توصل لعارضة الأزياء اللي كانت هتقدم فكرة الإعلان اللي بيتنافسوا عليه، وبتعرف منها إنها كانت على علاقة بصاحب الإعلان وإنهم انفصلوا، وبتقول لها إن المشكلة عنده مش فكرة الإعلان وإن المشكلة في تقديمها ليه، وبتقول للبطلة إنهم بمجرد ما يغيروها ويجيبوا عارضة غيرها العميل هيوافق على أي فكرة يقدموها، والبطلة بتقول لفريقها على المعلومة اللي عرفتها من العارضة، وحبيبها السابق بيطلب منها ما تنقلش المعلومة للبطل علشان يقدروا يتغلبوا عليه ويفوزوا بتنفيذ الإعلان، والبطلة بعدها بتقرر تدخل غرفة اجتماع فريق البطل وبتستخبى تحت الترابيزة وبتشوف فكرة إعلانهم وبتعجب بيها جدا، والبطل بيشوفها وهي مستخبية لكنه بيعمل نفسه مش واخد باله، ولما بيخلصوا الاجتماع وبيخرجوا كلهم البطل بيرجع تاني وبيقول للبطلة إنه شافها وهي بتتجسس عليهم، فبتقوله إنها عرفت من عارضة الأزياء إنهم لو بدلوها بواحدة تانية العميل هيوافق على أي فكرة، وبتقوله إنها قررت تشوف إعلانهم ولو فكرته أحسن من فكرتهم هتقوله على معلومة تغيير العارضة علشان يقدم هو فكرته، وبتقوله إنها فعلا أعجبت بفكرته وإنها أفضل من فكرتهم، وبتكون مستغربة إن هو صاحب الفكرة لأن الإعلان ده ما يعملوش غير شخص عاطفي وعنده مشاعر، وبتكون شايفة إن البطل ما بيمتلكش الصفات دي، فبيقول لها إن بقاله سنين في علاقة حب من طرف واحد، فالبطلة بتتفاجئ من كلامه. وتاني يوم حبيب البطل السابق بيكون سايق عربيته وبيفتكر لما كان على علاقة بالبطلة وقرر يروح لها عند الشركة ويفاجئها، ولما وصل هناك شافها وهي ماشية مع البطل واتصل عليها لكنها ما ردتش عليه لأن البطل كان بيهزقها في الوقت ده، وحبيبها بيتصل عليها تاني فبترد عليه وبتتفاجئ لما بتشوفه واقف قدامها وبتكون فرحانة وبتجري عليه، والبطل بيكون واقف بيبص عليهم وحزين،
وبنرجع لأحداثنا والبطلة بتروح الشغل والموظف اللي معجب بيها بيحاول يتقرب منها تاني لكنها بتصده فبياخد منها الملفات اللي معاه وبيمثل قدام زميلها انه بيساعدها في شغلها. ورئيس القسم بياخد البطلة معاه للمنتزه علشان ياخدوا الصور من هناك للإعلان اللي هيقدموه، والبطل بيتصل على البطلة وبيعاتبها انها راحت مع رئيس القسم، فالبطلة بتهزر معاه وبتقوله انت غيران منه، فبيسكت شوية وبيقول لها انها ذكية وفهمته بسرعة. فالبطلة بتتصدم من رده وبتفتكر لما كان دايما بيساعدها في الشغل وكان بيعرض عليها كذا مرة انه يعزمها لكنها ما كانتش بتاخد بالها وكانت بترفض. وهنا البطلة بتفهم ان البطل معجب بيها من زمان، ومامتها بتروح لها عند الشركة وبتتصل عليها، وحبيب البطلة بيشوف مامتها فبيروح عليها وبتتفاجئ لما بتشوفه، وبيقعدوا يتكلموا عن البطلة، ومامتها بتسأله إذا كان ندم عن انفصاله عن بنتها، فبيتلخبط من سؤالها وبيقول لها إنه مش ندمان، وبيبعت البطل رسائل للبطلة يطمن عليها. وفي الوقت ده بتكون قاعدة مع رئيس القسم وبيبقى معاه كاميرا بيصور بيها المنتزه لكنه بيقع وهو ماشي معاها، وفي شخص بيسرق منهم الكاميرا وبيطلع يجري ورئيس القسم ايديه بتتكسر. وتاني يوم البطلة بتحكي لزميلها عن اللي حصل لرئيس القسم وبتحضر اجتماع مع فريقها، وحبيبها السابق بيبعت لها رسالة وهم قاعدين وبيقول لها فيها انه قابل مامتها ليلة امبارح، فبتقوم من مكانها وبتزعق وبتقول له انا عايزة تتكلم معاه على انفراد، وبتلومه على انه اتكلم مع مامتها، فبيقول لها انه ما كانش ينفع يتجاهلها لما شافها، لكن البطلة بتستغرب من موقفه وبتقول له انه قدر يتجاهلها فاكيد يقدر يتجاهل مامتها برضه، وبتقول له انها مش مرتاحة في الشغل معاه لكنها مضطرة تستحمله عشان اثبت الوظائف اللي في البلد، وبتطلب منه يحافظ على المسافة اللي بينهم. ولما بتخرج من عنده بتلوم نفسها على الطريقة اللي كلمته بيها، والبطل بيجي من وراها وبيسألها بتعمل ايه، فبتقول له انها بتفكر في نصيحته ليها، وبتقول له انها مش عارفة تطبقها وتغير طباعها، فبيقول لها تحاول تتقبل شخصيتها وما تلومش نفسها على كل حاجة. والبطلة بتقول له انها هتزور رئيس القسم، فبيقول لها انه هيوصلها بنفسه. وحبيبها السابق بيشوفها وهي واقفة مع البطل وبيكون متضايق لانه حاسس ان في اعجاب بينهم، والبطلة بتزور رئيس القسم وبتطمن على حالته بعد الإصابة، وبتشوف صورته مع بنت فبتسأله إذا كانت دي حبيبته، فبيقول لها ان دي بنت اخوه انه رباها من وقت ما كانت طفله لان اخوه الكبير مات من زمان وهو تولى مسؤوليتها وعاشت معاه من وقتها. والبطله بتعجب بشخصيته وبتقول له انها شافت الجانب الايجابي من شخصيته وانها نفسها تبقى زيه في تحمل المسؤوليه، وبتودعه وبتمشي فبيطلع يجري وراها وبيعرض عليها يعزمها على العشاء، وبيتفاجئ ان البطل مستنيها فبيساله عن سبب وجوده، والبطل بيقول له انه كان معدي من جنبهم صدفه، ورئيس القسم بيشاور بعيد وبيقول لهم ده كمان كان معدي بالصدفه، وبيكون بيشاور على زميلهم اللي معجب بالبطلة وبيبقى مستخبي لكنه بيظهر نفسه لما بيعرف انهم كشفوه. وفي نفس الوقت حبيب البطل السابق بيكون راكن عربيته بعيد وقاعد يبص عليهم، والاربعه بيروحوا يتعشوا مع بعض وكل واحد في الثلاثه بيحاول يظهر نفسه احسن من التاني عشان يظهر انه انسب للبطله. ورئيس القسم بيظهر انه معاه فلوس كتير وانه اغنى واحد فيهم، والبطل بيظهر انه قوي وفي منصب كويس ومعاه فلوس برضه، وبيحاولوا يقللوا من زميلهم التالت لكنه بيقول لهم بشكل غير مباشر انهم عواجيز وان هو لسه في عز شبابه وعنده القدره يحقق كل اللي عملوه زياده، وكلهم بيشربوا كتير وبيناموا في الشركه. والبطله بتحاول تفوق واخوها بيروح لها عند الشركه وبيقولها ترد على مامتها لانها قلقانه عليها، لكن البطله بتتفادى عليه وبتقول له انها ما بتردش عليها لانها كانت دايما بتحاول تعملها كويس وتقرب منها، لكن مامتها ما كانتش مهتمه بيها وفي كل مره كانت بتتجاهلها وبتوجه مشاعرها وحبها كله تجاهه. والبطله بتقول له ما يعملش نفسه ضحيه وينصحها ترد على مامتها لانه ما يعرفش كميه المعاناه اللي عانتها مع مامتها بسببه. وبعد كده البطله بتروح تاكل في مطعم وبتحاول تفوق من اللي هي فيه لكنها بتكون تعبانه وبتفقد الوعي وبتتنقل للمستشفى، ولما بتفوق الممرضه بتقول لها انها كويسه وان في شخص اتصل من شركتها وقال انه مديرها وهيروح ياخدها من المستشفى بنفسه. والبطله بتبقى مش عارفه مين اللي هيروح ياخدها وبتتفاجئ لما بتلاقي حبيبها السابق هو اللي داخل عليها وبيوصلها لحد بيتها وبيقولها انه عاوز يتكلم معاها لكنها بترفض، ولما بيضغط عليها بتطلع كل غضبها فيه وبتقوله انه ظلمها وسابها من غير سبب ودلوقتي عايز يرجع لها، وبتقوله ان ده مش ممكن يحصل لانها بقت بتكرهه. والبطل بيتفاجئ لما بيعرف من زميلهم ان البطله تعبت وراحت المستشفى وان حبيبها السابق راح يوصلها، وبتصحى البطله تاني يوم وبتجهز وبتروح الشركه، ولما بتدخل بتلاقي على مكتبها كيس فبتفتحه ولما بتشوف اللي فيه بتصرخ وبتقع على الارض، ورئيس القسم بيروح عليها وبيقول لها انه جاب لها هديه في الكيس
والهدية بتكون عبارة عن راس خنزير، والبطلة بتبقى مصدومة مش عارفة تتصرف معاه وتبعده عنها ازاي، والمدير اللي متعين بالواسطة بيجي وبيضايق البطلة، وهنا البطل بيدخل وبيلوي دراعه وبيكسره، فالبطلة بتجري وبتقعد لوحدها، والبطل بيدخل عليها وبيعرض عليها تخرج معاه في ميعاد، وبيقول لها ان مفيش حد هيقدر يضايقها طول ما هو موجود. فالبطلة بتفرح وبتجهز في اليوم اللي اتفقوا يتقابلوا فيه، وحبيبها السابق بيقعد يفتكر في ذكرياتهم وبيكون حزين انه سابها، وبتخرج البطلة هي والبطل وبيروحوا المنتزه، والبطلة بيكون معاها كاميرا بتصور بيها، وبتصور البطل من غير ما ياخد باله، وبيقعدوا مع بعض، والبطل بيقول لها انه بيفكر يروح جزر هاواي. فالبطلة بتفتكر لما قالت له من 4 سنين انها لما تنجح في شغلها وتكسب فلوس هتروح تشتري بيت وتعيش هناك، وبنرجع لها وهي قاعدة مع البطل وبتقول له انها في الوقت ده ما كانتش تعرف ان البيوت هناك غالية، وبتقول له انها دلوقتي بتفضل الفلبين على هاواي، فبيقول لها انه موافق يروح معاها الفلبين، وبياخد منها الكاميرا وبيكمل تصوير المكان، وبيصورها هو كمان من غير ما تاخد بالها، وحبيبها السابق بيروح لها على بيتها وبيفضل واقف مستنيها لحد ما ترجع، وبيفتكر كلامها ليه لما قالت له انها مش مرتاحة في الشغل معاه وانها بقت تكرهه، والبطل بيوصلها عند بيتها، وقبل ما تنزل من العربية بتسأله عن سبب طرده ليها من فريقه، فبيصرحها انه معجب بيها وبيقول لها ان ما كانش ينفع يسيبها معاه في نفس الفريق وهو عنده مشاعر تجاهها، لانه وقتها مش هيقدر يفصل بين علاقتهم وبين الشغل. فالبطلة بتفرح لما بيقول لها انه معجب بيها وبتودعه وبتبقى طايرة من الفرحة، وحبيبها السابق بيكون مستنيها وبيطلب منها تتكلم معاه، وبيقول لها انه انفصل عنها لان عيلته في الوقت ده كانت بتمر بأزمة مالية كبيرة وما كانش معاه فلوس وقتها، عشان كده قرر يسيبها لانه ما كانش قادر يعملها كويس ويقدم لها اللي تستحقه. فالبطلة بتبكي وبتقول له انه كان لازم يقول لها كل حاجة وقتها وما يتخلاش عنها بالسهولة دي من غير ما يعرفها السبب، فبيقول لها انه ما كانش عايز يحطها في اختيار صعب لانها لو وافقت تكمل معاه كانت هتعاني وده ما كانش هيرضيه، ولو سابته كانت هتحس بالذنب، وبيطلب منها تسامحه وبيقول لها انه كان فاكر انه هيقدر يعيش من غيرها لكنه اكتشف انه غلطان، والبطلة بتقول له ان اللي بينهم مات وبتجري على بيتها وبتقعد تبكي وفرحتها بتتقلب لحزن، وتاني يوم بتصحى متأخر وبتروح الشركة، ولما بتدخل صديقتها بتقول لها ان المدير اللي متعين بالواسطة ده لقى القهوة على قميص البطل ومثل انه ما يقصدش، لكنه طبعا كان متعمد لانه بيحاول ينتقم من البطل عشان كسر له دراعه، والبطل بيعلق للبطل على تأخيرها وبيطلب منها تشتري له قميص جديد يلبسه مكان اللي باظ، لكن حبيبها السابق بيعارض وبيقول للبطل انها ما بقتش موظفه في فريقه، والبطل ما بيعجبوش كلامه، والمدير تشوي بيتدخل وبيقول للبطل ان هو هيشتري له القميص بنفسه على حسابه، وبياخد البطله معاه علشان تنقيه، والبطل بيتكلم مع حبيب البطل السابق لوحدهم، فحبيب البطله بيصرحه وبيقول له انه كان حبيبها وانه مازال بيحبها، والبطل بيكون عارف كده من الاول من وقت ما شافهم مع بعض اول مره، ورئيس القسم والموظف اللي معجب بالبطله بيسمعوهم وهم بيتكلموا، فبيروحوا عليهم وبيسألوا البطل إذا كان هو كمان بيحب البطلة، وبيقولوا إن هما الاتنين بيحبوها، والأربعة بيقعدوا مع بعض وكل واحد فيهم بيقول لنفسه إنه أفضلهم، والبطلة بتيجي وبتجيب الهدوم الجديدة للبطل، وبعد كده الأربعة اللي بيحبوها بيجتمعوا وبيعملوا تحدي بالنقط على أكتر واحد مناسب للبطلة، والمدير تشوي بينضم لهم هو كمان وبيدخل معاهم في التحدي، وبيكونوا عايزين يقيموا نقط علاقتهم بالبطلة، وبيتفقوا إن هي اللي هتحدد الفايز بنفسها، وبيروحوا كلهم كافيه وكل واحد فيهم بيقول للبطل على مشروب تختاره، والبطلة بتختار المشروب اللي البطل قال عليه، وبكده البطل بيكسب التحدي، وحبيبها السابق بيطلب منها تقعد تتكلم معاه وبيسألها إذا كانت بتحب البطل، وبيفكرها إنها كانت بتكرهه جدا في الأول، وإن من كرهها فيه كانت عاملة دمية على شكله وكانت دايما بتغزها بالإبرة، وبيقول لها إن لو قدرت بعد كمية الكره دي للبطل إنها تحبه فمن باب أولى تسامحه هو ويرجعوا لبعض، وبيوعدها إنه هيعمل أي حاجة عشان يسعدها، لكن البطلة بترفض ترجع له وبتمشي، فبيجري وراها وبيبكي قدامها وبيقول لها إنه مش قادر يستغنى عنها، والبطل بيلاحظ إن الاتنين مش موجودين في الشركة وبيشوفهم وهم راجعين ورا بعض وبيكون باين على وشوشهم الحزن، والبطلة بتمشي والبطل بيلحقها قبل ما تنزل وبيقول لها إنه هيوصلها، وبيوعدها إنه هيحاول دايما يسيب عندها انطباع كويس عنه وإنه هيتمسك بيها وهيكون جنبها على طول، وتاني يوم البطلة بتكون في الشركة والبطل بيقولها لو اشتغلت وقت زيادة النهاردة هيعزمها على العشاء، وبيجي لهم رسالة من المدير تشوي بيقول لهم فيها إن الشركة عازماهم على العشاء كلهم، والبطلة بعدها بتقف مع البطل وحبيبها بيجي وبيشوفهم مع بعض، فبيشدها وبيقول للبطل إن حبيبته السابقة، والبطل بيشدها هو كمان وبيفضلوا يشدوها قصاد بعض، والبطلة بتفضل تصرخ، لكن ده بيكون كابوس البطلة شافته وهي نايمة على كرسي مكتبها، ولما بتفوق بتلاقي حبيبها السابق ورئيس القسم واقفين بيبصوا عليها ومستغربين لأنها كانت بتصرخ وهي نايمة، وبيروحوا كلهم يتعشوا مع بعض العشاء الخاص بالشركة، ورئيس
القسم بيقول للبطلة إنه شخص مناسب جدا لأي بنت، والموظف اللي معجب بيها بيقعد جنبها وبيضايقها، والبطل بيجي يقومه وبيقعد مكانه، فحبيب البطلة بيجي يقعد جنبها هو كمان، والبطلة بتتعب من الأكل والشرب فبتخرج تقعد بره وبتتألم، والبطل بيكون واقف بره فبيقعد جنبها وبيقول لها إنه هيعزمها بكرة على العشاء لوحدهم، وبيقول لها إنه هيظهر لها شخصيته الحقيقية. وفي الوقت ده مامتها بتتصل عليها لكنها بتكنسل، فبتتصل تاني والبطلة بترد عليها وبتلاقيها بتبكي وبتقول لها إن أخوها اختفى، فبتروح جري وبتحاول تطمن مامتها إنه أكيد هيبقى كويس، لكن مامتها بتفضل تبكي علشانه، والبطلة بتروح تدور عليه هي والبطل وبتشوف إنهم قبل ما يمشوا من عشاء الشركة حبيب البطل السابق قال للبطل إن أخوها بيشرب من ورا أهله وبيقول له يدوروا عليه في الحانات القريبة من بيتهم. وفي الوقت ده بيكون ماشي في الشارع وهو شارب وبيبقى فاقد اتزانه ومش قادر يقف، والبطلة لما بتشوفه بتجري عليه وبتصرخ في وشه وبتضربه، والبطل بيحاول يهديها فبتزقه وبتضرب أخوها برجلها، والبطل بيخاف منها، وبعدها بيقعدوا مع بعض وأخوها بيفوقوا وبيتصالحوا وبيوعدها إنه هيركز في دراسته وهينجح، والبطل بيوصل للبطلة لبيتها وبيقول لها إنه عازمها على غدا يوم أجازتهم، وبيقول لها إنها ما تعرفش شخصيته الحقيقية وإنه ممكن في الظاهر يكون شخص عصبي لكنه في الحقيقة مش كده، وبتشوف إن البطلة نشرت عنه مقال وحش وقيمته تقييم سيء، والبطل بيعرفها إنه قرا المقال وبيقول لها إنه هيغير وجهة نظرها فيه، وتاني يوم بيعدي عليها في الميعاد اللي اتفقوا عليه وبياخدها معاه وبيعزمها في مطعم غالي وبيتمشوا مع بعض بعدها، والبطل بيقول لها عن الحاجات اللي يعرفها عنها وبيكون عارف عنها كل تفاصيلها وبيقول لها إنه بيحبها، وبتشوف بعدها جنازة بابا حبيب البطل السابق، والبطلة بتروح هناك تعزيه وبتعزي مامته اللي بتقول لها إن هي وجوزها اللي مات كانوا بيحبوها، والبطلة بتحضنها وبتبكي، وحبيبها السابق بيخرج يقعد جنب البطل لكن بيسيب بينهم مسافة وبيبصوا لبعض من غير ما يتكلموا، والبطلة بترجع بيتها وبتفتكر ذكرياتها مع حبيبها السابق وأهله لما كانوا بيعزموها في بيتهم وبيقعدوا يضحكوا كلهم وكانوا بيحبوها، وبعدها أخو البطلة بيبعت لها رسالة وبيكون فيها فيديو وأخوها بيقول لها إنه لقاه متسجل على تليفون مامتهم، والبطلة بتشوف الفيديو بيكون فيه كل الإعلانات اللي عملتها، وبتشوف إن مامتها كانت دايما بتتفرج عليهم وبتصورهم بتليفونها وبتقعد تشوفهم مع ابنها وبتكون فخورة بالبطلة، وأخو البطلة بيقول لمامته إنه بيتمنى ينجح زي أخته علشان مامته تفتخر بيه هو كمان، فبتكبر بخاطره وبتقوله إن البطلة دايما في شغلها لكنه هو اللي موجود معاها ومالي عليها حياتها، وده الوقت اللي البطلة راحت فيه البيت وسمعت مامتها بتقول كده لأخوها ففهمت غلط ومشيت وهي زعلانة، والبطلة بتفهم إنها كانت ظالمة مامتها فبتروح لها البيت وبتدخل عليها وهي بتبكي وبتحضنها ومامتها بتطبطب عليها، وتاني يوم البطلة بتروح شغلها وحبيبها السابق بيطلب منها تمشي معاه بعد الشغل، والبطل بيكون واقف جنبهم وسامعهم وبيخرج بره وبيبقى متضايق، والبطلة بتروح وراه فبيسألها إذا كانت هتخرج بعد الشغل مع حبيبها السابق، فالبطلة بتسأله عن رأيه وبتقوله إنه كان المفروض يقول لها ما تخرجش معاه، وبعد الشغل البطلة بتمشي مع حبيبها السابق والبطل بيقرر إنه ياخد موقف وبيروح لهم، والبطلة بتكون واقفة هي وحبيبها السابق وعينهم بتكون مليانة دموع، وبتشوف البطلة بعدها وهي قاعدة بتكتب مقالة عن زمايلها وبتقيمهم من الأول وبتكون غيرت وجهة نظرها فيهم، وبتكتب مقال مدح في البطل وبتديله تقييم عالي، وبتشوفها وهي بتكلم البطل في التليفون وبتقوله إنها اتأخرت لأن العميل اللي كانت بتقابله طول معاه في الكلام، والبطل بينهي المكالمة فبتتضايق لكنها بتتفاجئ إنه واقف وراها، وبتشوف إنه لما راح لها وهي واقفة مع حبيبها السابق اختارته هو لأنها بقت بتحبه، وبنرجع لهم لما البطل فاجئها وبيمسك إيدها وبيكملوا طريقهم مع بعض. ولغاية هنا بيخلص مسلسلنا النهاردة، أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.